ساندوتش المحشي ده بصراحة يعني غريب، بس فعلًا متماسك زي ما إحنا شايفينه وحلو جدًا. أنا شايفة فكرته حلوة جدًا للناس اللي هي ممكن تكون ما بتعرفش تحشي محشي، أو ما ب يعني بتبقى تعبانة وما بتقدرش تقعد وقت طويل، بس علشان يكون متماسك كده بالأمانة لازم نحط ورقتين مش ورقة واحدة. يالّا بينا. دي الكرنباية اللي أنا سلقتها تمام وشِلت منها العصيان. جبنا دلوقتي كوبايتين من الرز مغسولين، بصلاية كبيرة والخضرة وفلفل أحمر ده طبعًا اختياري، وصلصة، التوابل ملح وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة و7 بهارات، و4، 5 كده معالق من الزيت. ده الورق بتاعنا تمام. الكرنباية شِلت منها بس العصاية زي ما إحنا شايفين. هنجيب بولة دلوقتي هنحط فيها الورق، يعني لازم تبقى ورقتين على بعض علشان يبقى متماسك زي ما إحنا شايفين. وفعلًا في لحظة حطيناه على طول في الصينية وما خدناش وقت خالص. طبعًا بنحط في الصينية معلقة زيت تمام، وبعد كده بنجيب بولة فيها كوبايتين من المَيّة السخنة ونحط فيها معلقتين صلصة، ويعني شوية من الزيت، وكمان مرقة الخضروات اللي إحنا عملناها، ونُص معلقة صغيرة من الملح وفلفل أسمر. هي دي التوابل بتاعتنا وبنحطها كده زي ما إحنا شايفين، وبعد كده بنغطيها بورق الزبدة وورق الفويل. بتاخد في الفرن حوالي ساعة إلا ربع، بس لازم نُص ساعة وبنشيل على طول ورق الزبدة وورق الفويل علشان خاطر تدّينا اللون اللي إحنا شايفينه من فوق. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تعجبكم.